في أماكن كتير في حاجات الناس بتعدي عليها من غير ما تبص، أو حتى محتفظين بيها في بيوتهم كذكرى من غير قيمة أو دور. أبواب قديمة، تليفون، راديو اتنسى. مصطفى وأسماء وأسامة عيلة قررت تدي للحاجات المنسية حياة تانية وقيمة جديدة. حولوا بفن وحرفية عالية الخشب المستعمل والذكريات المنسية لمنتجات خشب وديكور معاد تدويرها بدقة ومهارة، وادوها عمر جديد فيه المعنى الحقيقي للاستدامة. دي حكاية جزازي، لما عين مختلفة تشوف اللي محدش شايفه. مصطفى محمد عبد الماجد، خريج كلية تجارة جامعة القاهرة، بس أنا بحب أعرف نفسي خريج مسرح كلية تجارة جامعة القاهرة. أنا أسماء فاروق، كوفاوندر جزازي، خريجة كلية تجارة جامعة القاهرة. أنا أسامة عبد الماجد، واحد من فريق جزازي. بدأت في مسرح الجامعة، والموضوع اتطور في فترة لما اشتغلت في السياحة وأنا ميولي أكتر للديكور، وكان بإيكولوج في مرسى علم، ده المكان اللي تقدري تقولي اتولدت فيه الفكرة نفسها بالمشروع. الفكرة بدأت من زمان قوي، من أيام مسرح المدرسة، وبعد كده مسرح الجامعة، بعد كده المسرح الحر مع أصدقائنا، بعد كده فكرة مصطفى ظهرت تشبثت بيها بقى، لأن فيها الحاجات اللي فاتت دي كلها. قبل جزازي ما كانش لي أي علاقة خالص باللي بيحصل ده، بس كان عندي حلم من زمان قوي إن أبقى مهندسة ديكور، وفشلت. دخلت كلية تجارة يعني لظروف ما، والحلم اتنسى وخلاص. هترجعي أي حاجة فيها احنا فيها دلوقتي هي من شوية بتوع المسرح اللي قضيناهم. أي أساس فكرة هتلاقيها جاية من هناك. اتعلمنا هناك ازاي نحكي حدوته، ازاي الديكور يبقى شكله لطيف وبأقل الامكانيات. جربنا الإضاءة، ساعدنا في الإعداد، الكتابة، كل شعبة من أبواب المسرح دي علمت الواحد حاجة جديدة. اتجوزنا أنا ومصطفى، عارفة ان هو فنان جدا وعنده مواهب في حاجات كتير وشاطر في حاجات كتير قوي، وكان عندي ثقة كبيرة فيه. فلما جه حكى لنا على المشروع قلت له يلا بينا. مع الوقت الموضوع وصل في الاخر ان احنا بقينا متفرغين تماما لجزازي. يعني ليه سميتوها جزازي؟ جزازي لغه اهل الصعيده يعني، او ناس الشلاتين والبجا، اي جنوبيين عندنا في مصر ما بيقولوش ازاز، بيقولوا جزاز. فهي جزازي جايه من ازازي، اللي هو عشان تيمنا باول حاجه ابتدينا بيها في المشروع كانت اعاده تدوير مخلفات ازايز الازاز، يعني اللي هي الكحول والازاز زيت الزيتون والحاجه الساقعه اللي شركاتها ما بتعيدش تدويرها، وبعدين تولت الخامات بعدها بقى. طب كنتوا حاسين ان الماركت او السوق مهيئ لفكره زي دي او لحاجه زي كده؟ وقتها لا، كانت الناس بتنبهر، بس فكرة انه يقتنع انه يشتري كان طبعا الاجانب اكتر، او ناس مستواهم ملهاش علاقة بمستواهم ايه المادي قد ما مستواهم الثقافي. هم فاهمين كويس قيمة اللي بيحصل، وفاهمين كويس يعني دي خامة طبيعية حرام نرميها. ده طبعا كان قليل. دلوقتي الموضوع اختلف تماما. الاعلام والسوشيال ميديا والعالم كله متجه انه يفكر التفكير ده، انما وقتها طبعا ده ما كانش موجود. فالناس الله حلوه جدا، بس انا ليه احط في بيتي حاجه قديمه؟ ليه احط في بيتي حاجه خارجه من الزباله او حاجه شبه كده؟ كمان ظهر ناس ساعدتنا، ان انا بتفاجئ اصلا من العميل. ممكن في عميل مره جه معاه مكنه قهوه ايطالي قديمه جدا وعايز يفضل محتفظ بيها بشكلها ومش عارف يعمل ايه، فقلت له هي هننورها، هنسيبها كاباجوره في حته بنفس. فانبسط جدا. وهو انت بتتفاجئي في السكه، يعني احنا بننزل نتعلم حرف، نتعلم حاجات، ابقى ماشي ورا الخامات كده اشوف ممكن تعمل بيها ايه. فكره اعاده التدوير اصلا يعني كفكره، ليه اعاده التدوير؟ يعني ليه قررتوا انه اعاده تدوير الازاز وبعد كده الخشب وبعد كده الحاجات اللي ممكن تكون ليها قيمه ماديه ومعنويه انما ما بقى لهاش استخدام، فبالتالي بقت بالنسبه للناس خرده؟ برضه هتلاقيها بادئه من المسرح لان انت تملي عندك لو بادجت واوقات نو بادجت، ومطالب انك تكسبي مهرجان او مسابقه، فاللي هو ازاي تعرفي تستخدمي الحاجه مره واتنين. فاحنا الحمد اي حد اشتغل مسرح فاهم ان دي ازاي تستخدم الممثل مره واتنين مش الحاجه مره واتنين. فهو ده اللي صنع الفكره بقى، يعني انك انت في الاخر طب تعالى ناخد بس باب واحد من المسرح الديكور ونحل الموضوع. يبقى فيه ناس عندها مشاكل نحل لهم المشاكل دي، زي ما كان دايما الفكره برضو في المسرح. المخرج عنده مشكله عايز يدخل سفينه، عايز يدخل قطر، فهو يحل له الفكره دي. فكره البحث على الحل من اللا شيء طبعا، يعني ساعتها ما كانش فيه غير مخزن واحتمال يكون في ميزانيه. ده ما تحوش عليها
الامل، بس في مخزن تحت. في السياحه كنا بدات مع كريم نور في الديب ساوث في مرحله فعلا زي رحله كفايه، اللي هو مفيش الامكانيات اللي ننافس بيها المستويات، بس عندنا دماغنا الحمد لله حلوه وفي خامات كتير. يعني من الجزء المهم في المشروع اللي برضو ما اتقالش كتير قبل كده، الناس اللي شجعت في الاول ووقفت بقلب اللي هو عارفه ان انت تقدر تطلع ثانية حاجه. واحدة، ده كان في سنة كام يا مصطفى؟ ده 2008 2007 ديب ساوث بيكي لما بنينا كامب شيزار 2007. 19 سنة. إعادة تدوير من 19 سنة. بس كانت في إنتاج أو في الإنتاج كان مختلف. يعني لا احنا في التسعينات اتعلمت ده، في التسعينات على ايد اساتذتي الاوائل. ديكور قديم هنشغله تاني وتالت يعني لا هو عادي نكسب بيه مهرجان واتنين. انما في الشغل الحر بره انت قدامك خامات وبتحاولي تطلعي منها افضل ما يكون، ومش عايزه استخدام، لا انت عايزه شكل من الموضوع. يعني في السياحه الموضوع مش مجرد عامل الابهار اللي قدام الجمهور في خشبه المسرح اللي هو شايفه من وان سايد، لا ده بيتعامل مع الحاجه. انا ممكن اعمل جبل على المسرح بشكاير اسمنت فاضيه. هو مثلا عداد كهرباء قديم جدا عمره 120 سنه، هو نهايته طحن ويرجع كل خامه فلما يتعمل له عمليه ترميم وينور بشكل معين فالصوره دي مش موجوده. فهو ده اللي دايما بنسعى له في فكره يعني في عندنا المعمل اللي جوه بتاع البحث والتطوير ده علشان يفضل فيه صوره مش موجوده في حته. الكلام النهارده سهل، بس الكلام ده كان في 2005 2006 2007 ديورنج ما بنينا الديب ساوث كامل وبعدين بنينا جزء منه اسمه كامب شيزار ده للهايكنج والناس الباك باك. في الفتره ديت كريم كان متشجع انه يبني كامب شيزار من ازايز الكحول الفاضيه، ازايز البيره، وان احنا نعشق ونبني ديكور المكان نفسه حجر وازايز. فكان برضو الاضاءه بتاعه المكان كلها تمت. ما كانش بقى عندنا الامكانيات اللي احنا عملناها. انا مشيت ورا الموضوع بعدها بشويه فقطعنا الازاز وحولنا الازازه كوبايه وعملنا منها نجا. ساعتها كنا بنستخدم الازازه ازاي يعني هي خامه نقدر نطلع منها ايه، نقدر نعمل منها لايتنج مثلا في الجو ما هي كده. يعني دوبك النظافه التشطيب حواليها الفينش. ودي بقى كانت النقطه اللي هي فعلا تقدري تقولي بدات العلاج. ما ينفعش تبقى الحاجه بتؤدي غرضها، لا لازم تبقى حلوه. حسيتي امتى انه ايه ده لا هو ده اللي احنا عايزين نكمل فيه؟ يعني من داي 1 اول مره خرجنا فيها المنتجات بتاعنا في مهرجان شخصيات مصريه في مرسى علم، انبهار الناس مصريين واجانب بالفكره، وكنا رابطينها جدا بالمكان اللي احنا فيه. كان في محميه طبيعيه اسمها وادي الجمال، فكنا راسمين حافرين على الازايز جمال وخيم فالناس كانت منبهره جدا وعايزه يعني من كتر حبها في المكان وفي الايفنت وفي الفكره، فكانوا بيشتروا الحاجات وبيقبلوا عليها. فهنا حسينا لا يا جماعه احنا ان شاء الله هنكمل. يعني احنا بقى يعني احنا بعد المعرض بشهر قامت الثوره ديورنج ما احنا كنا بندور على معرض رحله فهنا بدات الدنيا فعلا اتغيرت. البلانات كنت دخلتي بقى في حظر التجول، دخلتي في اوقات انت بتشتغل امتى وتيجي امتى، شكل المنظومه نفسها. وسبحان الله في عز هذه الازمات كان عندنا اوردرات. طول ال 15 سنه عمري ما حسيت ان احنا مش هنكمل. اي مشكله بتحصل، اي كارثه بتحصل، لا نقف ونفكر ونشوف هنحلها ازاي. انما فكره ان احنا مش هنكمل عمرها ما جات لي ولا مره بصراحه. الدوره اللي قامت كانت عايزه استقرار في وقت ما فيش فيه استقرار في اي حاجه. فعملت بقى الويف بقى اللي هي شويه نطلع سيزون ننزل سيزون نطلع سيزون، وما قدرناش نحافظ على فكره كل سنه بقى. ايوه لازم تدخل حاجه جديده. لا خد الموضوع بقى اصلا ثبت رجلك الاول شوف وقف يعني اعرف بيها. لقيت زبون يعني عملنا حاجات كتير جدا وبعدين لا دي مش بايعه دلوقتي، دي هتيجي كاستم. يعني في وقتها بدات تدور فكره ان لا انت مش مجرد تعمل منتج ثابت وبتبيع، لا انت هتعمل منتج العميل اللي رايه فيه هو اللي هيحدد احتياجاته. خاصه لما لقينا انواع الخشب اللي احنا استحرمنا انها هي دي بقى نقله الخشب. لان دي كانت هي موجوده من الاول بس ما كانش عندنا حد راضي يشتغل فيها. انا قعدت سنه وشويه بدور على نجارين يرضوا يشتغلوا بخشب قديم. طب هي مستعمله، احنا بس هنفهم الناس فايده الخشب وهو قديم. احنا عارفين ايه فايده انه جف تماما. ان هو بيبقى اصلا جاي متبخر وعامل يعني عاملين هم مراحلهم العاديه عليه، وبعدين بيخش طبيعه اي شحن وتفريغ انك تخش مخازن وتقعد في الشمس وتتشاف في شايفه كل الاجواء. زمان قوي كان الصنايعي اللي بيعمل مثلا الانتريهات المذهبه لازم يشتغل من الخشبه دي، فكان يشتري الخشب السنه دي ويعمل حاجه اسمها ينشره، ان هو يتحط بطريقه معينه بينهم فراغات معينه بين كل لوح والتاني سنتي بطريقه كده معينه عشان الهواء يتخلله كله. ده ما بيشتغلش بيه السنه دي، هو شغال من الخشب اللي عمل فيه كده السنه اللي فاتت. هو ده هيسيبه سنه عشان يتاكد انه جف، فالخشبه تلف وتجف وتشقق
وبتاع، بس هي كده اسمها خلاص خلصت كل الماء اللي جواها. هل في مره رفضتوا تشتغلوا شغل معين حتى ان كان هيبقى العائد بتاعه قوي او العائد بتاعه هيبقى كويس؟ هو في جزء ان الموضوع مصطفى شرحه ان هو مش مهتم ان ده اعاده تدوير ولا لا، بس يعني لا انا عايزه اخبي الخشب مثلا. فانا طبعا في الاخر بعمل يعني الى قدر معين، ممكن اعمل حاجه العميل طالبها عشان هو حابب الخشب وحابب الكونسبت، بس مثلا تجزيعه شكل الخشب مش حاببها فبيحب يخبي الخشب. طبعا بنقعد نقول ان حرام جدا يا جماعه، احنا جايبين حاجه ذهب وبنرشها فضه وبنخبي معالمها وقيمتها. بس يعني ممكن في بعض الاجزاء نضطر نعمل كده لو ده هيكمل ديزاين او رؤيه معينه او بشكل معين. انما لو الكونسبت لا، ان انا طب انت لو مش عايز خشب طبيعي، طيب وفر بقى على نفسك التكلفه والحاجات دي كلها، ممكن يعني تستخدم اي خامه تانية. ايه التصميم اللي كان او المشروع اللي فكرتوا فيه او حد طلبه منكم حسيتوا ان هو شكله صعب، انما حسيتوا انه لا بس احنا متحمسين نشتغل عليه؟ يعني مثلا اذكر اخر حاجه في عالم الاضاءه والنجف، العالم رايح في ناحيه اللي هو مش عايز يشوف مصدر الاضاءه، عايز يخبي فكنا عايزين ازاي ننور الخشب، يعني فكره خشبه بس هتنور لما افتح النور الخشبه تنور. والبروجكت ده كان النجف اضاءه يعني تحديدا، وكان مشروع تخرج مصطفى من فن جميل، واستخدم القشره وماده تاني الاكريليك عشان يخبي. قعدنا فتره نظبطها علشان يبان ان ده لا ده خشب، ولما النور ينور هتبقى تنور. انا كمان بشوفكم بتقدروا الحاجات اللي فيها اللي هي بعد تاريخي او ده طبعا حاجه ما بنصدق نلاقي حاجه، بنصدق نلاقي حاجه زي الابواب والشبابيك والتليفون وحاجات، اي حاجه خارجه من بيوتنا القديمه ما بقاش ينفع تستخدم في جيلنا الحالي، وينفع نحولها لحاجه تانية. احنا ما بنركزش دي اولويه. ايوه، عشان كل حاجه من دي شايله ذكرياتها وشايله حاجات كتير، شايله بصمتنا جدا، بصمتنا حتى لو احنا مش احنا اللي استخدمناها. بس وتملي يعني الاول مثلا احنا بنعمل حاجات مناسبه، لما العميل بيشوف الحاجه اللي احنا بننتجها فهو نفسه بيجيب قطعه الخاصه، تليفون بيحبه، راديو قديم خلاص مش شغال انيمور، الحاجات بقى اللي هو ذكرياته هو. ايوه يا سلام بقى لما بيكون عنده مثلا خشب كان عامل طبيعي من الاجيال القديمه مثلا، كان معمول بيه حاجه وخشب قدامه طول عمره عارف هو، وقدرنا نحوله لحاجه تانية. هو بقى فاهمه فكره اللي هو في النهايه يبقى في منتج موجود مش موجود في حته، هو وان بيس هي بتاعتك انت بس. هل بقيتوا مشهورين بالحته دي؟ يعني اللي عايز حاجه مش موجوده في حته ومش حصل كتير الحمد لله. الناس تبقى عايز يعمل هديه ويبقى الشخص اللي رايح له الهديه عارف ان دي معموله له. يعني دول برضو ناس يعني قليلين شويه، بس انا عايزه يعرف ان دي معموله لك انت. الجزء الكريتيف بتطلعوا فيه بقى الحس الفني والابداع وكل حاجه بتيجي كمان لانها فيها جزء من اللي عند الكاستمر نفسه، اللي هو عايز ايه. كان ايه اكبر تحدي قابلكوا وكان يعني زي وقفه كده؟ يعني تحدي وقفه في فتره معينه في 2019 تقريبا، الفتره اللي اتنقلنا فيها من معرضنا التاريخي اللي قعدنا فيه 10 سنين للمكان الجديد دوت. المعرض القديم اللي احنا كنا فيه جاله فجاه قرار ازاله، وما كانش فيه في البلان ان احنا نجيب معرض تاني في حته تانية دلوقتي يكون فيه مساحه اندور زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. احنا كانت مساحه اكتر اوت دور، مساحه صغيره جدا اندور ومساحه اكتر اوت دور، عاملين كلاب فيه الناس بتيجي تلعب مزيكا وترسم وتشرب قهوه وتقرا وتعرف وتتعلم حاجات عن الريسايكلينج والابسايكلينج والخامات كنا عاملين كلاب. ففجاه جه قرار ازاله للمكان ده. ما فيش اختيار، ما عندي، هي مخاطره بس ما عندكيش بدايل، عارفه انت لازم تكملي ولازم، ده كان الحل الوحيد اللي باين. فكلنا وقفنا في بقى مشهد سينمائي جدا، بلدوزر جاي عشان يهد المكان اللي احنا قاعدين فيه بقالنا 10 سنين، كنا مرتبطين بالمكان بشكل مش طبيعي. فده شفنا منه كتير، فالحمد لله يعني اتعلمنا منه كتير برضه. لو احنا بنبص على فريق جزازي، اوكي طبعا فريق جزازي اكيد كبير، بس بقول يمكن على الفريق الصغير خالص اللي هو الاداره والمؤسسين وكده. لو اتكلمنا على الاعضاء الفريق دوت، هنقول كل واحد فيهم لو احنا في عيله هيبقى دور كل واحد فيكم ايه؟ موضوع الادوار، احنا فاميلي بزنس، بس احنا من داي 1 اتفقنا ان كل واحد متخصص في حاجه. هو شويه مش عيله، هو عيله في حته، فاهم قصدي؟ يعني عيله فيما يخص حد حصل له حاجه بنقفل عشان نروح نساعده، فاهم قصدي؟ وبين الشغل فيه حته كده
متاخده برضو من فكره فريق المسرح. لو التاني طلب منه مساعده هيساعده اكيد. مفيش حد فينا بيستخسر معلومه سواء للفريق او بره الفريق، اي المعلومات عندنا فور فري تماما، بس كل واحد مركز في التخصص بتاعه، وده اللي خلينا قدرنا نكمل ونتغلب على المشاكل اللي كانت في الاول خالص واحنا لسه بادئين مش عارفين كل واحد هيعمل ايه، بس كلنا بنحاول نعمل كل حاجه باحسن شكل نقدر عليه. يعني فاهمه، هتلاقي مثلا مصطفى المخرج، وساعات اسامه مساعد مخرج، وساعات منفذ مخرج، هي مخرج منفذ، وساعات اسماء تخرج حاجه فننزل ننفذها لها، فساعات اسامه يبقى عايز يخرج حاجه فاهمه قصدي؟ يعني بنتبادل كده الحاجات، بس اللي هي اللي سايق المركب من فوق قوي الكبيره دي مصطفى، يعني شايف حاجات مش شايفينها ساعات. كل واحد لوحده لازم يشتغل على نفسه الاول، عشان في الاخر ده بيرفلكت على المشروع ككل. كل واحد بيشتغل على نفسه، بيتعلم حاجات اكتر، بيذاكر اكتر، بناخد كورسات، نشوف ايه الحته اللي ناقصانا ونحاول نكملها. وده في الاخر يعني لو عايزين نقسمها كعائله فبنحس ان احنا فعلا كلنا اخوات. طبعا ممكن يكون مصطفى هو الاب الروحي لينا كلنا، مش عشان جوزي فعلا بجد هو مضحي شويه او بيحب طول الوقت يشجعنا كلنا ان كل واحد يطلع احسن ما عنده، اللي فعلا لولا ده المشروع ما كانش هيقدر يكمل، ان كل واحد في التيم من اكبر واحد لاصغر واحد عارف ازاي يستغل قدراته ويطورها. الحمد لله احنا فاميلي بيزنس، وبقيه الفريق اللي دخل معانا هم الحمد لله يعني حاسين ان احنا عيله، ان هم كمان فاميلي بيزنس، هم مش مجرد بيشتغل، كل واحد فيهم عنده تجربته. لان برضو اللي احنا بنعمله لاحظ ان احنا واجهنا صعوبه اصلا في فكره انك تحافظي على حرفه حاجه هي مش موجوده غير عندك. فالتجربه مع الفريق كان فيها صعوبات في الاول، لانك انت عايزه تعلمي حرفه، هي انت مش بتجيبي حد بتاع ازاز، مش بتجيبي حد، انت عايزه حد يفهم دماغك. ففتره كبيره من المشروع قطع فنيه كتير كان لازم نعملها بايدينا كلها فروم لان انت مش قادره اصلا تنقلي الحرفه، لسه ما كانش عندنا اصلا التالنت بتاع ان انا بعرف اعمل دي عشان انا بعرف اعمل دي، لكن ازاي اعلم اللي جنبي يعمل دي؟ ما هي جزء كبير في ايديه. انا خدت دبلومه علشان اتعلم ازاي لو انا ما بفهمش حاجه مثلا انا ما بفهمش حاجه في الخزف، فروحت اتعلم ازاي هتعلموني وانا ما بفهمش حاجه في الخزف مثلا. دي خدت حرفه احياء حرف فنيه مندثره من بيت جميل. فده كان مشروع في حياتي كان مهم، مثلا انا داخله الهدف تاني، انا عارف انا بعمل ايه. هم بيدرسوا حاجه صعبه جدا فكان لازم ادرسها، بس كان هدفي من وراها اعرف ازاي لو انا ميح في دي هتاخدني من الاول لحد ما تطلعني صنايعي ازاي. فما لقيتش الاجابه برضو لان الموضوع عليهم هم برضه عندهم نفس المشكله، ان هي في الاخر بترجع عليك انت. هو مش اي حد عايز يتعلم يبقى حرفي، مش بعصايه سحريه هيبقى حرفي، هو في شويه حاجات لازم تبقى عنده وحاجات تانية هيكتسبها. لازم تنقي اللي هتعلمه ازاز، لازم تنقي اللي هتعلمه هو، لان ممكن هو نفسه ما يكونش عارف قدراته. ايوه هو نفسه لسه مش عارف، زي ما انا ما كنتش عارف. في الاخر كده طالما هعلم انا هختار كمان برضو اللي هعلمه على الاقل يكون منتاليتي هو عايز يتطور بشكل معين، عايز يغير، عايز يعمل حاجه جديده، عايز يجرب. فدي خلت ان انت اصلا برضو بتنقي من عدد مش كبير. ناس كتير قلنا عشان يتعلموا كتير يعني جدا. انت كنت بتبقى مركز اكتر على الشخصيه، وكمان لو عنده الحرفه او مش مهم الحرفه هيبان. ما عنديش مشكله انك مش عارف عايز ايه، لان كلنا بنقع في مشكله ان انت مش عارف لسه، بس على الاقل تبقى عارف تعرف ازاي. خد بالك برضو ان في الزمن ده انت بتبيعي خامه معاد تدويرها، بتبيعي للعميل نجفه خارجه من ازايز بيبسي. فالموضوع خد مراحل لحد ما الحمد لله بنقول احنا فريق جزازي، بنعرف نفسنا كفريق. انا احمد عبد المجد محمود من الصعيد من جنوب التحديد، وقابلت بالصدفه مصطفى عبد الماجد حكى لي انه هو من جزازي والمكان. اول شغل كان مع مصطفى جزازي تمام، انه نجيب الازايز ازاي نبنيها. كنا بنقطع الازايز وننضفها من جوه ونحط يعني ازازتين مع بعض نبنيها باسمنت. دي البدايه يعني. اشتغلت في جزازي من 2017 يعني كلنا بنتعامل كاننا اخوات. فعلا حبيت المكان من التعامل، حاسس ان انا شغال في بيت ومكاني. اول ما جيت هنا ما كنتش عارف يعني ايه خشب طبيعي اصلا، اللي هو مستغرب الموضوع. الجوله بعيده جدا عن واحد شغال بنا في المعمار تمام، جاي اشتغل فجاه في الخشب. انا عارف ان في خشب اللي هو الكونتر والحاجات الصناعيه، بس خشب طبيعي لا ما عداش عليا قبل كده. يعني ممكن تعملي كذا تصميم، غرف نوم، ترابيزات قهوه، اي حاجه ممكن تعملها في الاساس. في شغلك بتحس ان الشغل اللي بتعمله ده فن ولا شغل نجاره؟
طبعا فن، لان يعني مثلا انا شايف مفيش حد بيعمل اللي احنا بنعمله في مصر. 5% في مصر مثلا بيشتغلوا بايده، دلوقتي كله بيشتغل معدات مكان. بتنبسط لما ناس كتيرة تقولك جزازي انا عارفاكوا قبل كده. طبعا طبعا طبعا. تعليقات العملاء على المنتجات بتاعتكم او الافكار بتاعتكم او الفكره اصلا، ايه اكتر تعليقات انتوا حبيتوها وحسيتوا انه ايه ده، يا الله ايه ده، اخيرا الحمد لله الناس ده تعليق جالنا كتير ان هو انتوا مش زي السوق. فهو الحمد لله بقى عندنا زي كلاب، ده ناتج من جزازي. المعرض التاريخي بتاعنا اللي 10 سنين كان عندنا بجد كلاب، كان عندنا نادي اعاده تدوير الاطفال، بنعمل كنا ملتحمين مع الجمهور بشكل مختلف خالص اول 10 سنين في عمر المشروع يعني. فده خلى يعني بقى عندنا اصدقاء، يعني في اطفال خدوا معانا ورك شوب وهم صغيرين، النهارده الله اكبر مهندسين فتخرجوا. فالحمد لله عندنا التحام مع الناس اللي حوالينا كويس. اول ما بيجي عميل زي ما تقولي مثلا عميل جديد او ما يعرفوش او سمع عنكم او اي حاجه، تبقى البروسيس عامله ازاي يعني؟ الرحله عامله ازاي؟ بنحكي له الاول باختصار احنا مين وبنعمل ايه، لان مهم جدا انه يبقى عارف ان هو مش داخل معرض فرنتشر، هو داخل مكان بيعيد تدوير الخامات الطبيعيه بجوده عاليه جدا وبطابع فني. بعد ما يدخل ويستوعب يفهم مراحل اللي حصلت، اعتقد انا ما بسالوش بس اعتقد ان هو كان فاهم حاجه تانية عن اعاده الاستخدام عموما. ده بيغير طيب قراره؟ طبعا بيفهم بقى دي معموله ازاي. ايوه قصدي بيغير قراره، مثلا هو كان داخل مش فاهم وبعدين دخل فهم، هل بيغير قراره من انه لا خلاص شكرا مش عايز، او الله ايه ده انا عجبني الفكره اكتر؟ بالظبط. هي في الناحيه الثانيه بتاعت عجبني، اصل اللي جاي هو سامع ان شويه الحاجه مش ايه يعني مش زي الناس، عايز يعرف هو ليه الصوره دي بالخشب ده مش موجوده كتير يعني. فبيفهم بقى ليه، فلما يفهم كل الحدوته بتاعت حتى ليه سعره كده مقابل القيمه اللي فيه فينبهر اكتر. فاهم قصدي؟ انت كانك بتقدمي حاجه يعني حاجه مستدامه بسعر مختلف عن الخدمه دي الحقيقيه في البلد دلوقتي. يعني انت لو عايز تعمل هذا التكوين بخشب جديد هتسمع ارقام تانية وهيحصل مشاكل تانية وفي تفاصيل لما يفهمها يعني خلاص بقى. كم مره كان في عميل او مشروع دخلتوا فيه وكان فيه طبعا قعدتوا واتكلمتوا وطلعتوا يعني الافكار اللي هتتنفذ، انما العميل لما شافها حس انه انا شايف حاجه احلى بكتير او شايف حاجه مختلفه، انما مش مختلفه عن الفكره اللي انتوا قلتوها، انما تنفيذها بالنسبه له كان مبهر. يعني انا بتكلم عشان انا حصل لي نفس الخبره. انا كنت لسه جاي حقيقي بقى حضرتك. ايوه حضرتك اشعرتيني هذا الشعور. كان يوم جميل. هي دي الحل، انت عندك مشكله فعايزه تحليها، فلقيتي لا ده في اكبر من فكره ان انا استخدام المساحه، لا ده اسمي وشكل هو ده بقى اخراج الحدوته. وفي بيبقى عنده حدوته عايز يحكيها بشكل منمق وجميل وادوات بسيطه يظهر فيها كل ما هو ممكن. ايه اكتر نوع عملاء بيفرحك بيبسطك؟ العميل اللي جاي عايز كل حاجه طبيعيه ومش عايز يستخدم اي كيمياء. حتى في طرق التشطيب بنعمل حاجات تقليديه اكتر من اللي احنا بنعملها. الدهانات كلها قايمه على الزيوت، ما عملناش اي كيمياء، ما جبناش اي كيماويات، شطبنا بيها المنتج. فده عميل احنا بنستناه بنحبه، عارفه، لان ده عارف قيمه الحاجه اللي عنده ايه، بيعرف يستخدمها ازاي، فعارف يحافظ عليها كمان، فهو عارف امتى يلمع الحاجه. زي بيوت اجدادنا زمان، ما كانت الجمالكه دي بتتحط في نيش، وما فيش ست في مصر زمان كانت بتجيب حد يلمع لها مطبخها ولا سفرتها ولا كان من ضمن حملات زي ما احنا بنجيب دلوقتي السبراي وننظف الترابيزه. كانت هم عندهم طرق التقليديه بالمواد الطبيعيه اللي بيلمعوا بيها بيوتهم كلها وما استخدمش بجنيه كيمياء. طب وايه العميل اللي ممكن يستفزك او مش يستفزك بطريقه وحشه، اللي هو يحط لك كده ايه تشالنج او يحسسك انه انا زنقك هنا وبس انا عارف انت هتتصرف؟ ما هو ده كتير قوي بقى، ده اللي كتير، لان هو بيبقى اوريدي جاي عن طريق حد مرشحنا ليه لان عنده مشكله ما. لان احنا كان السلوجن بتاعنا ارتستيك سوليوشن، فانت ممكن يبقى عندك عيب في البيت، عيب في المكتب، مكان لا يصلح وعايزينه يصلح عشان يتفتح فيه مكتب، مساحه ضيقه، مساحه متقسمه غلط، مش متشافه. يعني كنا ده اللي بنتحط في الامتحانات، ده نابع برضو من المسرح. ايوه فكره انك هتعديها ازاي، هتحلها ازاي. فالحمد لله كان عندنا خبرتنا في الحته دي، فتملي اصلا اللي جاي لك
جاي لك بمشكله، هو جاي مش جاي عشان ينقي من اوضتين نوم، لا هو تشالنج. في نوع تاني خالص من العميل غير اللي بيشتري الفرنتشر، اللي جاي يحل حاجه تانية. فاحنا ممكن نلخص نقول ان هو تشالنج بيبقى بيحطك في انه يكون ارتستيك، يكون براكتيكال، يكون خشب طبيعي وسعره حلو وسعره كويس. ناقص ايه؟ ما انا مش حاوي يعني لا هي تلاقي المعادله. أيوة. لازم في بقى يعني العميل اللي احنا مش بنفضل ان هو موجود، اللي هو حد مرشح له الموضوع عشان الجوده وعشان السعر، بس هو مش حابب اصلا الفكره، معاد تدويره مثلا أصلاً. او فيبدا يطلب منك ممكن تعملها لي من خشب جديد. هو اللي عايز يخرجني بره الكونسيبت. ده. أيوة. هو ده. ممكن اتفهم حد بيحاول يحلها ماديا، فيقول لي طب اقول لك حاجه، شوف لي عندك انت الواح كونتر تكون جيده تحبها، انا مش فارق معايا مثلا معايا علبه الظهر اللي مش باينه، انا يهمني بحاول الاقي معاه حلول طالما عنده كونسيبت موجود. لكن اللي جاي لمجرد ان السعر رشحوا له قالوا دي مش هتلاقي افضل من كده في القطعه ديت او البتاع، وهو اصلا مش فارق معاه الكونسيبت بالموضوع، هو ده اللي شويه ببقى مش عارف اعمل له، مش عارف اقدم له حاجه يبقى انا الحمد لله احنا العميل عندنا بيمشي حابب الحاجه اللي هو خدها، هو ما اشتراش منتج. طيب لو جزازي كان شخص ممكن توصفه بايه؟ واحد صعيدي بالنسبه لي برضو راجل صعيدي اصيل جدا، جدع شهم، بيهتم بالشكل بس الاهم منه المضمون. تقدر تقول اوصف لنا التصميمات بتاعت جزازي عموما، يعني ممكن توصفها ازاي؟ او لو انا قلت لك مثلا جزازي بيتميز بطابع وحطيت 3-4 نقط. هحلها لك يعني تتحل. مفيش حاجه لا ما ينفعش هي اخرها كده، يعني في كل مشكله ليها حل، اقدم لك اي حل وتفر بقى انت قاعد فين، قاعد على البحر، قاعد في المكتب بتاعك، قاعد في الورشه بتاعتك، قاعد في المحل بتاعك، قاعد في الشغل، يعني عندك مشكله ما انا هحل لك الفكره. طيب شايفه جزازي او حابه جزازي يبقى فين، او طموحك ايه لجزازي؟ بصي، طموحي لجزازي هو فعلا حاجه ملهاش حدود. احنا كل ما نوصل لحاجه هنبقى حابين نوصل لحاجه اكتر، فننتشر في كل مكان في مصر، يبقى في ورشه في كل محافظه في مصر، بعدين بره مصر. مش بس ان احنا نصدر، لان احنا اوريدي في بيسز كتير جدا العملاء بيشتروها وبيحطوها في بيوتهم، بياخدوها معاهم بره مصر، بالذات الناس سفارات وحاجات كده، فهو ممكن يملى كونتينر بحاجات من عندنا وياخدها معاه. بس وجود الكونسبت نفسه، وجود مش بس المنتج، يعني المنتج ممكن حد وبدأ اوريدي في ناس ممكن تحاول تقلد الفكره وتعمل منتج شبيه بخشب قديم بس هي فكره الكونسبت كله بتاع الروح بتاعت ان كل حاجه تتعمل بحب، كل حاجه تاخد وقتها، كل حاجه تتعمل بايدك، كل حاجه يكون فيها ضمير، ان العميل لو احتاجك في اي وقت بعد 10 سنين هتلاقينا وهنعمل لك كل اللي انت عايزه. كل دي الحاجات اللي هي كانها دي الهويه بتاعت جزازي بالظبط، يعني هي تبقى موجوده جوه مصر وبره مصر، سواء حتى إذا إحنا بنفسنا مش هنقدر نكون موجودين في كل حتة في العالم، بس يكون زي فرانشايز بيطبق المبادئ اللي إحنا حابين ننشرها. أنت مش لازم عشان تشتغل معانا تكون نجار أو تكون حرفي معين أو تكون، لا، أنت إنسان نفسك تعمل حاجة جديدة ومؤمن باللي بيحصل، فإحنا هنعلمك كل حاجة أنت نفسك تتعلمها، وهتحس إنك في بيتك طول الوقت، إن أنت في بيتك وإن أنت حابب تضيف للمكان وحابب اللي أنت بتضيفه لنفسك من وجودك معنا في المكان. لو حد هيشتغل في المجال ده أو حد بيشتغل في المجال ده تنصحه بايه؟ صاحب بالصبر، وان هو يعني كل يوم يبحث عن ما هو جديد، لان يمكن زمان كان الفرق ما بين الحدث والحدث يسمح لك بانك تقدم المنتج ده. دلوقتي المنتج ده فتره من الزمن معينه مثلا، بس دلوقتي الموضوع اسرع شويه، انت لازم تكون سريع زي العالم. فكره نعمه ان انت بتشتغلي كذا حرفه، مطلع على كذا حاجه، مش لازم بايديكي بس مطلع عليها، لما تطلبي حاجه عارفه تتنفذ ازاي، فانت بتعمل كذا حاجه عشان يبقى عندك كذا مصدر دخل. كل ما يزيد السولوشن كل ما انت هتعرف تبقى ابديتد بالناس. هتعمل دي بس تحديدا هيجي يكررها ويبقى انت كده تحديدا في الحرفه. يعني تحديدا في فكره الحرفه. شكرا جدا يا اسامه. يعني اسماء ميرسي خالص، انا انبسطت جدا بالاجابات. مصطفى ميرسي جدا على اللقاء الجامد ده والاسترسال الخطير، يعني كل حاجه موجوده وبتطلع كده. اشكركم على القعده الجميله دي، رحله الكفاح.